غريب. يبتدي تحس الموبايل مثلا بيسخن، الباقه بتاعت الانترنت بتخلص بسرعه، في ابلكيشنز هو ما نزلهاش موجوده، في ابلكيشنز بتفتح لوحدها، في سلوك غريب. الانترنت مثلا بتاعه عمال كل ما يخش على الانترنت يلاقي ما فيش سرعه، لان في حاجه جوه الموبايل عنده عماله تاكل الباقه مثلا، فهيحس ان في سلوك غريب في الموبايل. يبتدي بقى يشك ساعتها اذا كان في حد نازل عنده حاجه ولا لا. اول حاجه لو انا شاكك ان الموبايل بتاعي مخترق، افصله من الانترنت. ليه؟ لان هو الفيروس اللي نزل عندي ده بيفتح ثغره الهاكر يخش منها. فانا مبدئيا اول حاجه افصل الانترنت عن الموبايل، علشان الهاكر خلاص اقطع نقطه الوصل ما بين الهاكر والموبايل بتاعي. هو النت، هو من غير النت مش عارف يوصل لي. فانا مبدئيا قطعت نقطه الوصل اللي بيني وبينه. تمام، لغايه ما انا اقدر الحق بقى انا ايه المشكله اللي عندي. ابتدي الحق بقى الم الخسائر على قد ما اقدر. اول حاجه نزل انتي فيروس، ده انا هفترض ان هو كمان نازل عندك اصلا، يعني انا ما تعيش حياتك من غير انتي فيروس. تمام. انتي فيروس بيشتغل على الاندرويد، يمكن على الايفون ما يشتغلش كويس، يعني هنيجي للايفون كمان شويه، بس هنفترض اللي هو اندرويد نزل انتي فيروس. وشغله على طول. حسيت قلقان من حاجه، خلي الانتي فيروس بتاعك زي كاسبريسكي مثلا من الحاجات الكويسه جدا، خليها تعمل سكان للموبايل كله، لو في فيروس هيمسكه. تمام. طيب مسك الفيروس هيشيله كويس. هل معنى انه شال الفيروس بقى ان كل الاضرار اللي راحت للهاكر خلاص مش موجوده؟ لا، ما ممكن الهاكر على بال ما اكتشفت الفيروس خد باسوردز، خد رقم الكريدت كارد بتاعي اللي متسجل، اغير انا بقى كل حاجه. غير كل حاجه بس مش من نفس الموبايل بقى. يعني روح من افتح الحاجات دي من موبايل تاني وغير الباسورد بقى، لان خلاص انت لو فتحت التطبيقات بتاعتك من الموبايل ده انت مش متاكد لسه الهاكر لسه داخل معاك ولا لا. والله نزلت الانتي فيروس ومسك الفيروس خلاص مش مشكله، افتح ساعتها الانترنت وغير ساعتها الباسورد بتاعك. تمام. لسه شاكك قلقان، اول حاجه غير الباسورد بتاعتك بس من موبايل تاني، من جهاز تاني، من لابتوب، لان انت لسه شاكك في الجهاز بتاعك ده. ما تفتحش الانترنت عليه الا وانت متاكد تماما ان ان الجهاز خلاص بقى مؤمن او انتي فيروس شال لك الفيروس. وفي اجراء طبعا يعني في ناس ما بتحبوش، هقول لك رجع الريستورت اللي هو الفاكتوري، يعني للوضع المصنع، يعني هو كانه موبايل جديد خالص. كانه جديد خالص. ساعتها هتفرمط بالفيروس بس بكل اللي عليه بقى. همسح كل حاجه. هتمسح عليه، همسح كل حاجه. في ناس هتقول ده اجراء عنيف، طب وصوري وشغلي وملفاتي، هقول لك طب اتليست نزل الانتي فيروس. ويمسك الفيروس بتاعه. تمام. خلاص لو انت حاطط كريدت كارد على الموبايل كلم البنك وقفه. وقف لان هو ممكن يكون دخل خد الكريدت كارد بتاعك. انت مش عارف هو دخل ضر في ايه، ما انتش عارف. طيب ده في حاله خلاص عرفنا بقى ده تليفون عليه فيروس. احيانا بقى بنلاقي التليفون مش عليه فيروس بس عليه مراقبه، يعني ربنا يهدي الجميع يا رب. ساعات نلاقي يعني واحده بتراقب جوزها فتقول ان انا دخلت على موبايله وعرفت ان انا مثلا اراقب الواتساب بتاعه. ممكن الراجل هو اللي يعمل كده. ممكن حد معاك في الشغل مثلا سبت موبايلك هو قدر ان هو يمسكه ويعمل فيه كده. ازاي برضو احمي موبايلي او مش احميه؟ ازاي اعرف ان انا الموبايل بتاعي حد بيراقب ابلكيشن معينه عندي؟ ما احنا اول حاجه بنقولها ما تسيبش موبايلك انلوكد، يعني سبت الموبايل في اي حته، رحت ان شاء الله تشرب ميه وترجع اعمل له لوك على طول، عشان ما تستسهلش كده ان اي حد يجي وفتح الموبايل بتاعك ودخل عليه. تمام. ما فيش حاجه اسمها ان انا انزل تطبيق عندي يراقب اللوكيشن مثلا بتاع حد تاني. ليه بيقولوا بيحصل؟ لا، لازم انزل تطبيق عند الحد التاني ده، يعني ايوه ما هو هياخد موبايله وينزله وهو مش واخد باله. لا اصل في ناس بتسالني بتقول لي ينفع انزل تطبيق عندي انا اراقب بيه تليفونات الناس التانيه؟ فده ما فيش حاجه اسمها كده. لكن ان انا انزل في موبايل عند حضرتك مثلا وانزل تطبيق بيديتكت اللوكيشن ويبعتها لي، ده ممكن، بس انت ساعتها لازم تكون دخلت عند الموبايل عندك واخترقته او مسكته في ايديا ونزلت التطبيق ده. فتاني او اولا واخيرا ما تسمحش لحد يمسك الموبايل بتاعك ويلعب فيه. حصل. يعني انا شاكك، انا شاكه ان في حد عمل في موبايلي حاجه. اصلحها ازاي؟ نفس الخطوات. لا، اول حاجه اراقب كل التطبيقات اللي عندي، لو في تطبيق انا ما نزلتوش شيله. اي حاجه ما تحتاجهاش على الموبايل شيلها. لا هو مش بينزل على الموبايل حاجه، هو بس مجرد ان هو بيراقب في صمت، يعني هو مش بيلعب في الموبايل باي شكل من الاشكال اللي هو عامل عليه هاكينج او مخترقه، هو بس قاعد يراقب رسائل، يشوف لوكيشن بيعمل ايه. ساعتها الحل ايه؟ انا براقب بصمت، دي معناها نزلت عندك ملف ضار، فيروس بقى، حاجه دخلت لي بتنقل لي بياناتك، والملفات دي الانتي فيروس بتمسكها، يعرف يمسكها المفروض. طيب ده لو اندرويد، طيب نقدر ان احنا نحط عليه انتي فيروس، بس لو ابل نعمل ايه بقى؟